ممكن مثلا مره قبل كده كان في مشكله حصلت لكهربا في نهائي افريقيا مع السيد فوزي لقجع، تمام. وتطاول على كهربا. وانا كهربا اكيد انت فاهم علاقته بجمهور الزمالك فيها حساسيه، انا طلعت دافعت عن كهربا وده زعل مني ناس، لكن ما اقدرش ان انا شايف الموضوع ساعتها كان بيمس الكرة المصرية. عشان كهربا بني ادم مصري في الاول اه. وفي الاخر، شخص مصري. فحتى لو انا مختلف معاه اختلف معاه جوه بيتي جوه البلد، ان احنا هنا نقول انت عندك مشكله، عندك غرامه، لعيب هرب ما هربش، اي حاجه بينا وبين بعض. لكن بره ما اقدرش ان انا انصر بقى حد غريب على حد من بلدي، يعني حتى لو انا مختلف مع كهربا، وده كان في عز اختلافي مع كهربا. حصل عليك ضغط قبل كده عدد المتابعين اللي على صفحتك؟ انت بتقول بتفتخر بيهم طبعا وعدد طبعا. مش بطال. مم. ضغط في موضوع معين واستجبت ليهم وكانت حاجة ضد رغبتك؟ لا، ما مش انا، يعني للاسف دي من الحاجات اللي يمكن تكون بتضايق ناس مني، بس انا مش ببقى عايز اكسب عدائهم، بس في نفس الوقت لو في كلمة حق هطلع اقولها. يعني موقف النهارده، لو الموقف ده جمهور الزمالك مثلا، بلاش الجمهور، لو حد في الزمالك عمل حاجة غلط، فناس بتقول لي مش لازم تقول. لا، انا هقول علشان الحاجة دي تتصلح، مش علشان ادمر او اهد نادي الزمالك. فهي دي بتبقى دايما الحتة اللي فيها كلاش شوية مع الجمهور، لكن غير كده هم بصراحة بيتقبلوا أي رأي بقوله وجهة حتى نظر لو. ماضو مم. ان في موضوع المؤامرة على نادي الزمالك، تعلنت قبل كده الكلام ده؟ لا، أنا ما قلتش في مؤامرة. هو المؤامرة دي على فكرة مش عند الزمالك بس، لو رحت النادي الأهلي لما مثلا خسروا نهائي الوداد طب في انت ما اعلنتش، اعلنت ايه؟ 2017. وجهة نظرك كانت ايه؟ لا، أنا هقول لك على دي بس مهم. ماشي. في 2017 الأهلي لما خسر نهائي أفريقيا قدام الوداد، قالوا إن الحكم كان عامل مؤامرة. في 2019 لما الاهلي خسر من صن داونز في العوده، قالوا ان بكاري جسامه عامل مؤامره. فالمؤامره دي هي عندنا كمصريين، انك لما بتتظلم بتشوفها مؤامره، مش ان هو خطأ بس بشري. انت جه عليك اوقات وقلت من وجهة نظرك ان الزمالك معمول مؤامرة وان في مساندة للاهلي. لا، انا حصل؟ ما اقدرش اقول كده، انا ما بقولش بالطريقه دي، بس في قرارات بتحصل بحكم قوه الاهلي وبحكم قوه جماهير قوة الاهلي الاهلي. بيستمد من ايه؟ من التجمع بتاع الاهلاويه. ولا بطولاته؟ ما هي التجمع هو اللي بيجيب البطولات، لكن البطولات لوحدها، طب ما الزمالك عنده بطولات كتيره والزمالك قوي، لكن قوه الاهلي بتحصل ساعات وبتشوفها حضرتك في الاعلام في كل حته، انك هتلاقي اكبر اعلامي في مصر اهلاوي، اكبر مذيع كوره في المعلقين الرياضيين اهلاوي، هتلاقي اتحاد الكوره دايما معظم اللي فيه اهلاويه، القرارات بتاعته دايما بتبقى رايحه يعني لاتجاه جماهير الاهلي الاهلي اكتر اكتر. من جماهير الزمالك؟ جمهور الاهلي كتير، بس جمهور الزمالك برضو كتير. كتير طبعا. لكن ما اقدرش اقول اكتر، هم اكتر كعدد، لكن الناس اللي ليها في وجهة الكوره قوي في نظرك. النادي طيب. الاهلي قد الناس اللي ليها في الكوره في نادي الزمالك. انت بتقول دلوقتي ان الاكبر اعلامي اهلاوي. اه طبعا. وجهة نظرك ان في تأثير من بعض النجوم القدامى للزمالك في حق الزمالك؟ مش تأثير، هو ظروف الزمالك ان كان بيبقى دايما في مشاكل في الادارات، فتلاقي اداره في مشكله مع لاعب، مع لعيب سابق بسبب مواقف بتاع، فده طبعا كان بيأثر جدا بالسلب، من الناس دي بتفج وبتبعد عن النادي. وده اللي انا شايفه دلوقتي، ان الميزه الوحيده اللي انا اقدر اقولها دلوقتي لامسها، ان ولاد الزمالك بدأوا يرجعوا للنادي، فدي طبعا يعني مهمه جدا، ولازم يبقوا واقفين في يعني ده ظهر كان عيب الزمالك. مجلس اداره سابق؟ اكيد كان ليه دور، اكيد كان ليه دور. وجهة نظر ماضو، الفرق ما بين المجلس الحالي والسابق؟ بص، كل حد ليه طريقته، ما اقدرش اقول المجلس السابق كان فاشل 100% ولا كان ناجح 100%، والمجلس الحالي لسه ما وصلش المرحله اللي هو للتقييم، يعني راضي عن لسه ادائهم؟ لغايه دلوقتي هم ماشيين كويس، بس المجلس السابق زي ما عمل حاجات كويسه، للاسف الحاجات السلبيه كانت اكتر بكتير، فده المجلس اللي السابق اثر، ده بوجهة السابق. نظرك فرق نجوم كتيرة وبعت نجوم كتيرة طبعا. خارج جدران نادي الزمالك؟ طبعا طبعا، وده كان اكتر خطأ انا حتى اتكلمت فيه كتير وحاولت اوصل ده كتير، ان يا جماعه نلم الدنيا، يا جماعه النادي محتاج كل زملكاوي، النادي محتاج كل نجم سابق في نادي الزمالك يبقى موجود وبيدعم النادي وفي ظهر اللعيبه وفي شايف ان ظهر ده بدأ الناس. يحصل دلوقتي؟ ده دلوقتي انا بدات اشوفه، ودي الميزه الملموسه، ما تقوليش بقى الصفقات، ما تقوليش الرعايه، ما تقوليش كل دي حاجات ايجابيه المجلس عملها في وقت قليل الحالي، لكن النقطه المهمه بالنسبه لي جدا انك تكسب ولاد الزمالك، تلم الناس دي حواليك، فالناس دي هتبقى هي اللي بتكفر النادي، الناس دي هي اللي بتحمي النادي، وهي اللي بتخلي النادي شكله افضل والروح بتاعته اكتر يعني. كمقدم محتوى رياض، من وجهة نظرك المحتوى اللي على قناة الزمالك ولا على قناة الاهلي الافضل، ولا الاتنين زي بعض؟ اللي على قناتي. ولا على قناتك انت، مش الاهلي ولا الزمالك؟ لا بص يا سيدي، المشكله ان القنوات الفئويه بتبقى دايما لازم ترضي النادي بتاعها،
نادي ده امر الاهلي طبيعي على فكره، ده امر طبيعي وشيء اه. محترم جدا. نادي الاهلي قناته قناه طبعا محترمه جدا وقناه كويسه جدا، بس بيبقى عندهم بعض المشاكل ساعات، ان هم انت بتقول لي نظريه المؤامره، ان هم بيسلطوا الضوء على حاجات خلاص انت كنت في اداره سابقه في مشاكل معاه. قناه الزمالك كانت بتستخدم استخدام سيء، ولما جالي انا شخصيا وقت واتطلب مني ان اشتغل في قناه الزمالك وده كان حلم عمري، اعتذرت. علشان القناه مش لايقه على النادي، مش لايقه على الجمهور، مش لايقه على اللعيبه. القناه كانت رايحه في اتجاه واحد، فوقتها قناه الاهلي كان من حقك تتكلم وترد. لكن انا بلوم على قناه الاهلي ان مؤخرا الدنيا هديت والادارات ما شاء الله العلاقه بقت محترمه بين الناديين، حتى مشكله الكهرباء اتحلت، المشاكل كلها هو بتخلص انت بين عايز تقول ان ما الناديين. زال قناه الاهلي دلوقتي على نفس النهج السابق؟ مش نفس النهج، بس لسه في حته كده محتاجه تهدى شويه، علشان قناه الزمالك برضو دلوقتي ما بقتش تتكلم على الاهلي بالسلب شايف ان خالص. ده بيستخدموا بعض الاعلاميين عشان يحافظوا على التناحر ما بين الجماهير؟ طبعا في ناس عايشه على ده، عايشه على كده، في لقمه ناس عيشها، لو نعم لقمه عيشها ان يفضل تناحر ما بين الجماهير والبرنامج طبعا. يتشاف. وانا بشوفها دايما، يعني انا اسف يمكن انا مش شيخ عشان اقول كده، بس هي لقمه عيش حرام، لان هي مبنيه على طبعا. فتنه ومبنيه على تخريب ومبنيه على كره، ان انا لازم ابقى بكره الاهلي عشان ابقى ناجح، ولازم الاهلاوي يبقى بيكرهني، لازم ابقى بشتم في الاهلي والاهلي بيشتم فيا. فدي بالنسبه لي الناس اللي بتشتغل في الطريق ده سواء في الاهلي او في الزمالك انا ما بقدرش هاخدك اتعامل بقى معاهم. تاني من وجهه نظرك، احسن برنامج ومقدم رياضي من حيث المهنيه في مصر؟ ابراهيم فايق. ابراهيم فايق. قولا واحدا كده بقولها ابراهيم ده فايق. من وجهه نظرك؟ من وجهة نظري طبعا. يعني هو ابراهيم فايق راجل بيدي الزمالك حقه، بيدي الاهلي حقه، مع المنتخب بيعبر عن صوتنا، لما بيبقى المنتخب كويس بيدعمه، لما المنتخب بيبقى وحش بينتقده شفت في بشكل. الفتره الاخيره في المنتخب انه اتكلم على اللعيبه وما ادانش الاتحاد؟ لا هو ادان الاتحاد في مواقف. مش بنفس ادانته للعيب، يعني هو ادان اللعيبه ادانه كبيره جدا، مع ان اللعيبه ده لا بس فرض. هو ادان، يعني ساعه موقف محمد صلاح والاعلان عن الموضوع من بره ادان طبعا الاتحاد. طيب يعني فقرتنا الاولى خلصت ومعانا الفقره الثانيه خفايا واسرار. يلا بينا. الفقره الثانيه خفايا واسرار. كان عندك خبر او سبق صحفي عرفته داخل جدران الزمالك وخفت تطلعه حفاظا على استقرار النادي؟ كتير كتير. ناخد منهم خبر. عقد زيزو مثلا، اللي هو المشكله اللي حصلت من 2019 2021. عرفتها من جوه ما رضيتش تطلعها على مع انها كانت ممكن تجيب لك مشاهدات كتير، بس رفضت ما اقدرش حبا في الزمالك وجماهير الزمالك. ده كان يعني وقتها لو الخبر ده خرج كان هيدمر اوضه اللبس، وبالفعل الخبر ده اتسبب كتير في مشاكل في لعيبه نجوم مشيوا من الزمالك، بس حصل على مراحل، فالضربه بتاعته ما كانتش الضربه اللي كانت هتحصل في الاول. كان عقد زيزو، مش زيزو بس طبعا، كان زيزو اوباما وامام عاشور كان لسه في الزمالك، كان في مشاكل في عقودهم جامده. فده مثلا من الحاجات اللي انا شفتها بعيني وكانت امانه ما اتكلمتش فيها خالص. كل الجماهير عارفه انت زملكاوي، تم عليك الضغط في وقت معين لتدعيم قرار معين من مجلس الاداره من خلال صفحتك؟ لا مش ضغط، ما حدش يعرف يضغط عليا. مش ضغط بمعنى الضغط، بس ايه احنا عايزين نقول لا، الخبر هو ده مثلاً- فيدوا اللي مضوا يعني عايزين الخبر ده لا انا ما باخدش اخبار او تدعيم او بص. تدعيم قرار من مجلس الاداره فتبدا تنزل صفحتك كتدعيم. لا ما حصلش. انا دايما الحمد لله بنعمه ربنا واعوذ بالله من كلمه انا ما باخدش قرار من حد، يعني ما حدش يقول لي اطلع قول مش ده. بمعنى الضغط اللي وصل لك قد بس ما هو إيه؟ مصلحه النادي. بس في قرارات بتستحق الدعم، يعني في قرار حتى لو انا مختلف مع بيتقال لك